هذه هي التحلية اللي راح تنسيك في كامل التحليات اللي كليتيهم من قبل. تحلية فاخرة بنينة، عشاق الليمون راكم رايحين تستمتعوا بها. هذه هي اللي راح تمسح لكم على قلبكم بعد الصيام وتنحي لكم كامل هذيك القهمة تاع الشوربة والبوراك. راح تكون منعشة، ملمس وقوام حريري، من أروع التحليات اللي حضرتها. يلا نشوفوا الوصفة. في غيسيبيون نحطوا 450 حتى 460 غرام تاع بسكوي يكون مرحين. استعملت بتي بور. انا رايحين نزيدوا عليه 180 غرام تاع لا مارغارين. انا استعملت لو برينتون على خاطر راح تمد لي هذاك الذوق البنين والفاخر تاع الزبده في القاعده تاع التشيز كيك ديالنا. هنا ندوبوها في كاسرونه ولا ندخلوها الميكرووند، نزيدوها على هذاك لو بسكوي، نخلطو مليح. لازم هكذا كي نطمو راح يحكم روحو. نحطوه في مول تاع تشيز كيك اللي القطر ديالو 24 سنتيمتر. نوزعوه هكذا مليح، نطلعوه بيان على الجوانب، ما ديروش طبقه تكون خشينه بزاف. من بعد بالقاعده تاع الكاس هكذا نعبزوه بيان وندخلوه للثلاجه. نروحو نحضروا كريمه الليمون. هنا في كاسرونه نحطوا 3 حبات بيض مع صفار واحد، نديروا عليهم نص كاس تاع سكر، لا باتاغوم تاع القارص، وعندي كاس تاع عصير الليمون اللي لازم نصفيوه. نخلطوا كلش بارد في بارد، ونحطوا الكاسرونه ديالنا فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد. نطفيو عليها النار ونزيدوا عليها حوالي 70 الى 80 غرام تاع لا مارغارين تاع لو برينتون. نخلطوا هنا مليح بالفوي اليدوي حتى تذوب هذيك لا مارغارين، ومن بعد نضربوا الكريمه ديالنا بلو بغا ميكسور. وهذا هو الشيء اللي يخلي الكريمه ديالنا يكون عندها هذاك الملمس الحريري. هنايا في ريسيبيون نروح نحضروا الطبقه الثانيه. عندي 250 غرام جبنه ماسكاربون، نزيدوا عليها كاس تاع كريمه سائله تكون نوعيه جيده اللي فيها نسبه الدسم اكثر من 30%. نزيدوا عليها 2 ملاعق كبيره سكر ناعم، ملعقه كبيره غبره شانتيي، ونزيدوا عليها عصير تاع نص حبه قارص، يعني تكون ما تكونش كبيره بزاف. وعندنا لا باتاغوم تاع القارص ثاني، نضربوهم مليح بالباتور حتى نحصلوا على قوام يكون كريمي. نحطوا الكريمه ديالنا فوق هذاك لو بسكوي بعد ما يكون حكم روحو، نسقموا مليح الوجه تاع الكريمه. في الاخر نزيدوا لها هذيك الطبقه تاع كريمه الليمون اللي حضرناها، اللي تكون بردت شويه هكذا باش ما تفسدناش القوام تاع الكريمه اللي طلعناها بالباتور. وندخلوا تشيز كيك للثلاجه على الاقل 3 الى 4 ساعات، لازم يبرد مليح. بالنسبه للتزيين يبقى اختياري، انا درت دي غوزاس تاع كريمه شانتيي مع وريقات تاع النعناع باش نمدوا لا فريشور لهذه التحليه ديالنا. واش نقول لكم، ما تخلوش هاد البنه تفوتكم، لازم تجربوها، ونقول لكم شهيتكم في الجنه.